الرغيف ده بكام يا عم ابراهيم؟ 5 جنيه، والجملي هو املي. وجرب قبل ما تاكل ببلاش، ورغيف عليه رغيف بهديه. كل ده ب5 جنيه. اتفرج يا باشا وتعال كل بغاشة بتاع الغلابه التمساح. لما جوزك يسألك على الكمية وتقولي له اي حاجة، اعرفي ان هو يجيب لك بشيلين كبدة زي ما انت شايفة كده. تمام. الكبدة لو غسلتيها بمية بس هتبقى زفرة جدا، لكن لو حطيتي ليمون وبعد كده شطفتيها عمر ما هتلاقي فيها ريحة اي زفارة. البصل والكبدة هنحطهم في نفس الوقت، يعني لو انت حطيتي حاجة قبل حاجة مش هتطلع حلوة كده. تمام. لازم يكون زيت سخن وعلى نار عالية وتقلبيهم مع بعض. العلب نفسها انا كنت بقول ايه بس اهم مكون في الكبده الكاري، مش الكمون خالص، ومحلات الكبده هي اللي بتعملها كده بس يا بنتي. وبعد كده هتحطي البابريكا مع الزيت السخن بتبقى ريحتها حكايه. لو انت مش عاوزه اللون محمر كده ما تحطيش بابريكا، حسب اللون عمله. اسكتي. حطيت بصل بودر، توم بودر، وهقلبهم بقى مع بعض. واهم مكون معلقه السكر دي في الكبده ام بصل بتخليها حلوه قوي. هحط دي الدقه هنعملها. هحط 3 قرون سبايسي فلفل اخضر. لو مش عاوزه احط اخضر البارد هحط هنا ده قرن حراق برضو. بصوا عدوا كميه الشطه اللي انا هحطها له مع توم، وبس يكون احمر. الفلفل الاحمر مع التوم بيبقى حلو قوي. وحطيت كزبره ناشفه وملح والليمون. ما حطيتش خل، هي نفس دقه الكشري اللي على البارد كده بس من غير الخل. بس يا ماما عملنا فتحه كده عشان الزيت كله يتجمع في المكان دوت. وهتحطي بقى التوم لحد ما يسخن وريحته تطلع قوي. والبصل لازم يكون شفاف كده، ده بيبقى طعمه حلو جدا جدا يعني في الكبده لا السود ماشي. وبس خلاص سخن بقى وريحته طلعت. هنقلبه في الكبده. احنا ما حطيناش الخل ليه بقى في الاول؟ لان الخل مع اي حاجه بيثبت الريحه، فاحنا مش عايزين نحطه مع كبده نيه في الاول. لكن دلوقتي الريحه بعد ما طلعت وقلبت الدنيا كده بقت عباره عن فلفل وثوم وكبده، والريحه خلاص حسيتي ان هي قلبت المكان، تبداي تحطي الخل عشان تثبتي الريحه دي. تمام. والله الخطوات هي مع ان هي بسيطه بس في ناس ما بتنجحش معاها، مع انها بتمشي على طرق كتير بس ما بتجيش ناجحه، لان انت بتبقيش عارفه الاساسيات. انت بتحط الخل في الاول ليه وفي الاخر ليه. حطيت له شطه تاني عدوا كميه الشطه اللي انا حطيتها له. بصوا الكبده كل ما كانت حراقه كل ما كانت تحفه. عارفين انتوا الناس بتاعه الكبده بتوع زمان كده لما كنا في الاعياد ومامتك تقول لك اوعي تاكلي كبده من بره، فهي دي الكبده بتاعت بره اللي كانت بتبقى حلوه قوي. هي مش اسكندراني بس دي جميله. بصي لونها مسودش خالص نهائي، وريحتها حلوه جدا فوق ما تتخيلي، وجوسي كده وفي السندوتشات. وطالما حراقه اعرفي ان الكبده معاكي بصي كله هيحلف بيها يعني. بس وتحط له بقى لحسه في السندوتشات عشان يحس ان هو بياكل بره. والمخلل البلدي ده معاها بيبقى حكايه. وبس يا ستي، وبألف هنا وشفا. وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي حاجه انا بنزلها على اليوتيوب. وبس ما تنسيش تتابعيني على الفيسبوك والتيك توك كمان. باي يا قمر.